في هذا الإطار للأسف. الخلع أيضا، الخلع لا، الخلع حقيقة كان رأيي فيه رأي مخالف. أنت من المتصدين للخلع؟ لا، لم أوافق عليه، لأن جالي القانون من مجلس الشعب وورد عليه بدار الإفتاء، وبينت رأيي فيه، وبينت المواد التي كان يجب أن تعدل بما يتفق والحكم الشرعي اللي هو الصحيح، وطبعا للأسف لم يأخذوا به. ولذلك تم أيضا من خلال اتصالات معينة من أجل لماذا أنا واقف أو لماذا رافض. قلت هذا هو رأي الشرع وهذا هو رأيي. جهاد في الدولة، لأنه قيل أنه الخلع كانت تريده السيدة الأولى قانونا على كل حال أنا بينت رأيي فيه، ولذلك راددته برأيي ولكن لم يؤخذ به. لم يؤخذ. طب أنت شايف أن الخلع بصورته الحالية مخالف للشرع؟ نعم، لأن الخلع بهذه الصورة المفروض، لأنه أعطى الخلع في مقابل الطلاق، وجعل أنا أخشى لأنه في قضايا في المحاكم بعدم شرعية الخلع انه يحكم بشرعية. هل لو حكم بعدم شرعيته هو كان القضية يخشى الذين لجأوا الى الخلع هل يطبق بأثر رجعي؟ هو كان القضية ايه؟ ان القاضي يكون له سلطة تقديرية، مش مجرد كمأذون او مجرد كذا، لا سلطنة مجرد، لان الخلع من ناحية شرعية هو ايجاب وقبول، لابد من الرضائية زي الزواج، لان عقد الخلع يعتبر زي عقد الزواج، لابد من الموافقة عليه. لكن نفترض انها لم يوافق الزوج، يبقى تطلب للطلاق للضرر. في هذه الحال يكون القاضي سلطة تقديرية، إذا لم يوافق على الخلع الذي طلبته يحول القضية إلى طلاق الضرر، وتطلق تاخذ كل حقوقها. هذه القضية، فالقضية عملية إجرائية للأسف. فضيلة الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، الحديث معك كان يجب أن يمتد أكثر من ذلك. كل القضايا ناقشناها، وإن شاء الله نعاود الحديث معك في قضايا متعددة إن شاء الله. مشاهدينا نلقاكم غدا في موعدنا الساعة 8 تماما إن شاء الله.